نزوز ونبقى جالس ونبقى تابع الدريات وكذا الى اخره، وملي ندخل المواقع الاباحيه نتفرج وداك الشيء راه كيعجبني، نكذب عليك كنتلذذ به الى اخره. كنقول ليه بيني وبينك ايهما الذ بالنسبه لك، ان تنظر الى ما حرم الله عز وجل ام ان تنظر الى وجه الله عز وجل الكريم غدا يوم القيامه؟ ايش بالك انت؟ أقول لك النظر إلى وجه الله هذا لا يعادله شيء، بل لا تعادله نعم الجنة مجتمعة. نعم الجنة اللي فيها لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، جمعها كلها، هذه كلها لا تعادل لذة النظر إلى وجهه الكريم. ورى على قدر للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الله ينورك. قيل الحسنى هي الجنة والزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم سبحانه وتعالى. وعلى قدر غضك لبصرك في الدنيا يكون استمتاعك بالنظر إلى وجه الله عز وجل غدا يوم القيامة، وعلى قدر الزيادة هنا يكون النقص هناك. واختر لنفسك، واختر لنفسك. والإخوان الحمد لله اللي كرمهم الله عز وجل وقطعوا التدخين. بالله عليكم من بعد المدة اللي قطعتوا فيها التدخين وكل يجيب نفسه، وملي تكونوا مع أحبابكم وأصحابكم حدثوهم بهذه النعمة، هذا من نعم الله عز وجل. دابا ألستم يعني ألستم صرتم تكرهون رائحة التدخين، ومن قبل كنتم تتلذذون بها. دابا المجالس اللي فيها التدخين، دابا إلا جا يسلم عليك شي واحد وفيه ريحة التدخين، واخا هو ما مدخنش، إلا كان في شي مقهى ولا كذا، يجي يسلم عليك وفي اللباس ديالو رائحة التدخين، تتقزز من هذا الأمر، والله تتقزز منه. وفين كان ذاك التلذذ؟ الله عز وجل لما تبت إليه بصدق أعقبك في قلبك لذة الطاعة وبغض المعصية. قال الله سبحانه وتعالى في الحجرات: حبب إليكم الإيمان الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. سيد واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. هي هذه، حبب إليكم الإيمان، زادوا حاجة أخرى وزينه في قلوبكم. وهذاك الشيء اللي كنتي كتلذذ به ديال المعصيه، لا، كره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. كيولي داك الشيء اللي كنتي كتبغي كتولي كتبغضو، وداك الشيء اللي كان بعيد عليك كتولي تتحبو. وارجع إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. أمام بن أثال تيشدوه الصحابة، وكان محاربا للنبي صلى الله عليه وسلم، وتيجيبوه وتيكتفوه وتيربطوه. كيقول النبي عليه الصلاة والسلام: ربطوه بسارية من سواري المسجد النبوي، وتيربطوه بسارية من سواري المسجد النبوي. وتيجي عنده النهار الأول كيقول له: ما عندك يا ثمام؟ كيقول لي: عندي خير يا محمد، إن تقتل ذا دم، عندي اللي تأر لي ما تصحبني أنا رخيص، عندي اللي يجي ويتأر. وإن تعفو عن شاكر، ما ننساش لك هذا الخير هذا. وإن كنت تريد المال يعني الفدية فسل من الماء سل من المال ما شئت تعطه. عندنا الفلوس ما كاينش إشكال. فيتركه النبي صلى الله عليه وسلم ويأتيه من الغد: ما عندك يا ثمام؟ فيقول له: عندي خير يا محمد، إن تقتل ذا دم، وإن تعفو عن شاكر، وإن كنت تريد المال فسل منه تعطى ما شئت. ثم يتركه ويأتي من الغد 3 أيام، وهذاك السيد مربوط في سارية المسجد النبوي كيسمع الصلاة، تيسمع القرآن، تيشوف حديث النبي صلى الله عليه وسلم، تيشوف الصحابة كيفاش كيتعاملوا معه، تيشوفهم كيفاش كيتعاملوا مع بعضياتهم، تيشوف ها علاش ربطوا في المسجد النبوي. اما كون ربطوا في المسجد النبوي المسجد ديالنا حنا دابا صعيب، والله الا صعيب، والله الا حالنا يدمي القلوب. بالله ملي كتقرا داك الشيء اللي ما كان يريد لنا النبي صلى الله عليه وسلم في السيرة النبوية وما صارت عليه أحواله، والله يدمي قلبك من ذلك، لكن الله المستعان. فقال له: ما وراءك يا ثمامة؟ قال: عندي خير يا محمد، إن تقتل ذا دم، وإن تعفو عن شاكر، وإن كنت تريد المال فسل منه ما شئت تعطه. وقل لهم: فكوا وثاقه، اطلقوا الرجل. يا رسول الله محارب، اطلقوا الرجل. فيفكون وثاقه ثم يتركونه. تيخرج ثمامة بن أثال كيفوت المدينة بشوي فيغتسل ويغير ثيابه وتيرجع، كيوقف عند النبي عليه الصلاة والسلام كيقول لي: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد إنك لرسول الله. قال لي: علاش مشيت؟ قال لي: حتى لا يقال أن ثمامة بن أثال قد أسلم تحت القهر. ما يقولش راه سلم بز منه، لا، خرجت وأسلمت طواعية. ويقول لي: يا محمد والله
ما كان وجه لما كان وجه أبغض إلي من وجهك، هذا هو محل الشاهد عندي. فصار وجهك الآن أحب الوجوه إلي. وما كانت بلد أبغض إلي من بلدك، فصار بلدك الآن يعني المدينة المنورة أحب البلد إلي. وما كان دين أبغض إلي من دينك، فصار دينك الآن أحب الدين إلي. والله لا يذوقون تمرة يعني حبة من حب الحنطة، هو اللي كان يعني الممول الرسمي إن صح التعبير ديال قريش فيما يتعلق بالقمح. لا ينالون حبة من الحنطة حتى تأذن فيها يا رسول الله. قطع عليهم الحنطة حتى كانت كادت قريش تصيبها مجاعة. هذا رأي الله سلم ما عنده 48 ساعة، وانظر إلى موقفه في نصرة الدين. علاش؟ حتى تلك المعصية اللي كان فيها ديال الكفر عقبها الله عز وجل في قلبه حلاوة للطاعات. ها صدق التوبة هو هذا صدق التوبة. أما أنك تتوب ولا زال في قلبك حنين إلى المعصية، باقي التوبة ما تحكاتش، باقي الصدق في التوبة ما وصلش، ما عمرش مزيان، باقي خصها شي شوية الخدمة. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين.